السلام عليكم يا جماعة. السنة اللي فاتت دي اشتغلت على نفسي جامد جدا عشان اكتسب خبرة، وكنت كل ما اتعب اكتر اكتسب خبرة اكتر، لان بالخبرة يأتي المال، يعني ده الف ب. المهم يعني فضلت كده فترة لحد ما في يوم عملت فلوس كتير جدا، وجبت حتة الارض اللي كنت بحلم بيها والجاموسة اللي نفسي فيها، واعيش بقى وسط الخضرة بقى والجمال بتاع الطبيعة والهضاب والجبال ولكن ولا عدت سنين ولا ليالي، بمجرد ما عملت ريفرش كل الفلوس دي راحت. وده لان زي ما انتوا عارفين التغير اللي حصل ده كان على الميموري بس، يعني بمجرد ما عملت ريستارت اللعبه زي ما قلت كل حاجه بترجع زي ما كانت. يا ترى ايه بقى حل المشكله دي؟ في واحد عبقري في 2010 كان دارس شويه نتوركينج كده، كان فاهم يعني ايه سيرفر ويعني ايه ريكوست بيتبعت للسيرفر دوت. فهو لاحظ ان في المزرعه السعيده كل ما بتعمل اي حاجه في كده بتاع فوق بتعمل سيف للحاله بتاعه اللعبه الحاليه بالديتا الموجوده دلوقتي. فهو فكر ان ده بوست ريكوست بيتبعت للسيرفر بتاع اللعبه، وبيبقى فيه الداتا الحاليه اللي بتتخزن جوه على السيرفر، ايا يكن كانوا بيخزنوها على الداتابيز او ملف جوه السيرفر. فهو فكر بقى، طب ماذا لو يقدر يقف ما بين الريكوست اللي مبعوت من الجهاز بتاعه للسيرفرات بتاعه اللعبه، وقبل ما يبعت الريكوست يعدل عليه وبعد كده يبعته للسيرفرات بتاعه اللعبه. وبالفعل هو عمل كده عن طريق حاجه اسمها بروكسي، وده بيخليك تانترسبت الريكوستس اللي خارجه من عندك رايحه لاي موقع انت فاتحه وتعدل عليها كمان. ساعتها برنامج البروكسي الشهير للعبه دي كان اسمه تشارلز، وبتشارلز الراجل قدر يقف ما بين الريكوست والسيرفر بتاع اللعبه، وقبل ما كان بيوصل للسيرفر كان بيعدل عليه ويبعت، وبكده يكون اخترق اللعبه وبعت الداتا الجديده عشان تتخزن في الداتابيز. اللي الراجل عمله ده ما انصحش بيه ابدا، انك تتفاعل مع سيرفرات اللعبه وتستغل ثغره موجوده مش الطف حاجه يعني، بس دي المزرعه السعيده يعني، فالموضوع كان فاكسان موت. في اغلب الاحيان انت هتكون بتتلاعب بالميموري بتاعت اللعبه، نسخه اللعبه اللي شغاله عندك انت بس على الجهاز. يعني تعال نقول انك معاك الميموري ادرس الخاص بالفاريبل اللي متخزن فيه الدم بتاع اللاعب. طالما معاك الميموري ادرس تقدر تاكسس المكان ده وتغير القيمه، وبكده تكون عملت هاك للعبه. هتجيب بقى الميموري ادرس ده منين؟ لو انت معاك السورس كود بتاع اللعبه مثلا وانت فاتح اللعبه في الديباجنج مود، لو حطيت الماوس بتاعك على الفاريبل هتلاقيه جايب الميموري ادرس بتاع الفاريبل. المشكله هنا بقى انك مش معاك السورس كود طبعا، فعشان كده هنعمل ريفرس انجينيرنج. الريفرس انجينيرنج هو عمليه فهم الحاجه تم بنائها ازاي. يعني الراجل اللي كان في الاول دوت هو فهم ان اللعبه كل شويه لما بيعمل حاجه فيها بتبعت بوست ريكوست للسيرفرات بتاعه اللعبه، فهو قرر ان هو يقف في النص ما بين الريكوست وما بين السيرفر ويعدل على الداتا ديت. ومن حسن حظه ان ما فيش سيرفر سايد فاليديشن، فالداتا اللي هو بعتها على طول اتحطت واتخزنت في الداتابيس. فهو الريفرس انجينيرنج هو عمليه فهم الحاجه تم بنائها ازاي. يعني انت شفت حاجه غريبه قدامك فحاولت تحللها كده عشان تعرف الحاجه ديت اتعملت ازاي. بيبقى معاك منتج نهائي في النسخه النهائيه بتاعته، عايز بقى انت تاخد البتاع دوت وتكسره حتت صغيره كده عشان تعرف البتاع دوت اتعمل ازاي لما جم عملوه. وفي حالتنا احنا بنتعامل مع سوفت وير، لان اللعبه تعتبر سوفت وير ابلكيشن، فعايزين نعرف لما بنكتب كود وبنعمل بيلد ايه اللي بيحصل. بس هي دي بكل بساطه ريفرس انجينير. بمجرد ما بتدوس بيلد الكومبايلر بيبدا يحول الكود اللي انت كتبته ده لباينريز، اللي هي زيروات ووحايد، دي اللي هي بتبقى عباره عن انستراكشنز اساسا الكمبيوتر بتاعك بيفهمها وبينفذها واحده تلو الاخرى. وعشان انت انسان ما بتفهمش لغه الكمبيوتر، فالكومبايلر قبل ما بيديك الباينريز دي بيديك معاها نسخة تانية طبق الأصل، ولكن أنت كإنسان تستطيع قراءتها، وهي الاسمبلي كود. لو دخلنا بقى على الفولدر اللي عملنا فيه البيلد بتاعتنا هتلاقي فيه اكسكيوتابل فايل كده أو الباينريز. يعني أول ما بتشغلها الكمبيوتر بتاعك بيلود الباينريز دي على الميموري، والسي بي يو بتاعك بياخد الانستراكشنز ديت من الميموري واحدة تلو الأخرى وبينفذها. الكلام ده طبعا ينطبق على اي حاجه بتشغلها على الكمبيوتر بتاعك. انا بقى دلوقتي عايز احلل الباينريز دي وهي على الميموري عشان ابدا استخرج منها الميموري ادرسز المهمه عشان اعمل هاك للعبه زي ما قلنا. فانت هنا الميموري ادرس اللي انت بتستخرجه على حسب الهاك اللي انت عايز تعمله. لو انا عايز اعمل هاك يخليني ما اموتش، فانا عايز كده الميموري ادرس الخاص بالفاريبل بتاع الهيلث. لو انا عايز ازود الفلوس واخليها ما تخلصش، نفس الكلام برضك عايز الميموري ادرس بتاع الفلوس. طب لو انا عايز اعمل وول هاك مثلا اللي هو بتشوف الناس من ورا الحيطه، فانا كده هتارجت الجرافيكس اي بي اي المستخدم سواء كان اوبن جي ال او دايركت اكس وهكذا يعني. طب لو انا عايز اعمل انبوت مثلا اللي هو بيخليك تضرب تلقائي، ده بيحدد على الراس ولا ايا يكن، اللي هو اكيد شفت الانبوت هاك قبل كده، يعني اللي هو بيخليك تقيم على الحاجات تلقائيا وغيره بقى من الحاجات الكتير، يعني مش عايزين نتعمق في الموضوع دلوقتي. المهم دلوقتي ان انا عشان اطلع الميموري ادرسز ديت انا بعمل تحليل للباينريز اللي هي موجوده عندي، اللي هي بتبقى في هيئه اسمبلي زي ما قلنا،
عشان انا كانسان اقدر افهمها. طبعا في كلام كتير جدا ممكن نتكلم فيه عن الريفرس انجينيرنج، لو دخلنا فيه مش هنخلص الفيديو ده، فاعتبر معايا ان احنا مسكنا اللعبه ديت وعملنا لها ريفرس انجينيرنج وفهمنا ماشيه ازاي، وجبنا الميموري ادريسز المهمه اللي احنا محتاجينها عشان نعمل الهاك بتاعنا. افترض معايا ان الهاك اللي احنا عايزين نعمله هو هاك للفلوس بتاعتنا، فتخيل معايا ان انا جبت خلاص الميموري ادرس بتاع الفلوس بعد ما عملت ريفرس انجينيرنج. انا بقى دلوقتي عايز اكتب هاك يقرا الميموري ادرس دوت وبعدين يوفر رايت القيمه الموجوده جوه ونعمل بقى فلوس بقى كتير بقى، فاهم؟ فعشان نعمل حاجه زي كده هنستخدم الويندوز اي بي اي اللي هو فيه تو فانكشنز مهمين جدا. واحده بتديها الميموري ادرس اللي هتقرا الداتا اللي جواه، وتديها بفر كده اللي هو مكان في الميموري انت عملته عشان تكوبي الداتا اللي قريتها وتحطها جوه البفر دوت. والتانيه بتاخد منك الميموري ادرس اللي انت هتكتب فيه الداتا الجديده وبتديها بفر فيه الداتا اللي انت عايز تكتبها جوه الميموري ادرس دوت. وبكده نكون عملنا اكسترنال هاك اللي هو زي الترينرز اللي كنت بتحملهم زمان عشان تعمل هاك للعبه زي نيد فور سبيد او غيرها من الالعاب. هو بيبقى عباره عن برنامج تاني بيبقى ليه بروسيس مختلف عن اللعبه اللي انت بتحاول تعمل لها هاك، وبتقرا الميموري الخاصه بتاعت اللعبه ديت من البرنامج اللي احنا لسه عاملينه اللي هو الترينر اللي هو بيبقى ليه بروسيس مختلف. في نوع تاني بقى وهو الانترنال هاك، ودوت انت بتنجكت الكود بتاعك جوه الميموري بتاعت اللعبه. فالهاك هنا بيبقى شغال في نفس البروسيس بتاعت اللعبه وبيبقى ليك اكسس على الميموري بتاعت اللعبه على طول، مش محتاج التو فانكشنز اللي احنا لسه مستخدمينهم عشان تقرا الميموري. وزي ما انت شايف لو احنا فتحنا دلوقتي الهاك بتاعنا هتلاقي ان الفلوس بتتغير قدامك اهو. وبكده نكون خلصنا الفيديو دوت اللي ناقصه حاجات كتير جدا في المعلومات بالمناسبه. اتمنى تعتبر الفيديو ده هو مقدمه بس للموضوع، يعني اعتبره كده هو اوفر فيو للدنيا بتمشي ازاي عشان في الاخر تعمل هاك للعبه. في حاجات كتير جدا انا ما اتكلمتش عليها زي الستاتيك بوينترز والانتي تشيتس، وازاي انواع الهاكس المختلفه اللي بتشوفها في الالعاب بتتعمل ازاي، وغيره من الحاجات الكتير. حتى الفانكشنز اللي انا لسه متكلم عنها بتاعت الويندوز اي بي اي ما قلتش كل البارامترز اللي بتاخدها، فانا بس جيت اقول لك ايه الحاجات اللي انت محتاجها عشان تفهم ازاي تعمل هاك للالعاب. ومن اهم الحاجات دي وهي البرمجه، وده بديهي جدا، يعني لو عايز تخترق حاجه طبيعي تكون فاهم بتشتغل ازاي قبل ما تخترقها. انا بقى ليه بتكلم عن الموضوع ده اللي هو غير اخلاقي بالمره في القناه؟ هنا انا مهتم بصناعه الالعاب، فده بالنسبه ليا جزء كبير جدا ومهم انك تفهم ازاي الجيم هاكرز بيشتغلوا عشان تعرف تحمي اللعبه بتاعتك. وطبعا الكلام ده كله نخع وكذب يعني يا جماعه. المهم في اول كومنت هتلاقيني سايب لك اسماء كتب ومصادر جامده جدا ممكن تتعلم منها الحاجات ديت. حاجات زي ريفرس انجينيرنج اللي هو من اهم العناصر في كل الحاجات دي كلها بعد البرمجه طبعا، لان هو ده الحاجه اللي هتخليك تفهم اللعبه شغاله ازاي وازاي تستخرج منها الحاجات اللي انت عايز تعمل لها هاك. وبس كده يا جماعه.